لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا
وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة سنة عيد الفطر أثابكم الله. استقيموا وساووا صفوفكم. والنية تقول نويت أصلي ركعتين سنة عيد الفطر. بنكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات على تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية نكبر 5 على تكبيرة القيام. استقيموا واستووا، وبعد ذلك سماع الخطبة إن شاء الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر 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 الله أكبر. وهو الكبير الذي عنت الوجوه لكبريائه وعظمته. الله أكبر وهو القادر الذي دبر الكائنات بحكمته. الله أكبر وهو الكبير الذي خلق الموجودات وعمها برحمته وإحسانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وسبحان الله على الدوام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى الهدى والصواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والحافظين لحدود الله. أما بعد، فيا عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم عيد الفطر، هو يوم الجائزة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقيل أن عند فطره أي في يوم عيد الفطر، وسماه الله عز وجل عيدا لأن النفوس تتوق إليه في كل عام، فيأتي العيد في كل عام مرتين. أيها المسلمون الأكارم، ويوم العيد، يوم عيد الفطر، هو يوم الجائزة، يوم يوزع الله عز وجل رحمته على عباده. يقول الله عز وجل: يا ملائكتي، ما حق الأجير إذا وفى عمله يعطى أجره. فهو يوم الجائزة، ورحمة الله عز وجل تسع جميع المخلوقات، ورحمتي وسعت كل شيء. يأمر الله عز وجل ملائكته أن يوزعوا رحمته على عباده إلا المشاحنين. يقول الله عز وجل لملائكته: أخروهما حتى يصطلحا. ففي هذا اليوم، يوم صلة الأرحام، يوم إفشاء السلام، يوم المس على رؤوس الأيتام. فيا سعادة من أفشى السلام ووصل الأرحام ومسح على رؤوس الأيتام، فإنه سيدخل جنة الله عز وجل بسلام. وغاية المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن ينال رضا الله عز وجل. وقد أعد الله عز وجل
بابا في الجنة مخصوصا مكتوب عليه باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الذاكرين الله والذاكرات دخل من باب الذاكرين الله، وإن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، وإن كان من أهل العدل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دخل من باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال أبو بكر للحبيب محمد: يا رسول الله، وهل على أحد يدعى من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، وأرجو الله أن تكون منهم. ورجاء الحبيب محمد عند الله مقبول، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها المسلم الكريم، يجب على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتخذوا من العيدين أو من الأعياد انطلاقة إلى العفو وإلى الصفر وإلى نبذ الخلافات وإلى نبذ الخصام والعداوة والبغضاء والشقاق والنفاق. يقول رب العالمين في علياء سمائه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله أيها الموحدون لله؟ حبل الله هو الدين، حبل الله هو الإسلام، حبل الله هو القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام، كانت هناك عداوة وحروب، فجاء الإسلام فوحد الكلمة، وهي نعمة كبرى من الله جل وعلا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيا أيها المسلم، لا بد أن تصل الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ حينما خلق الله عز وجل الرحم أوقفها في مكان العائز من القطيعة، فقال الله لها: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هيهات هيهات أن يحظى بالقبول من أصر على العداوة والخصام. أيها المسلم الكريم،
ليس العيد لمن لبس الثوب الجديد وقلبه على اخيه المسلم اسود. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى في صلة الارحام. وكما ورد واورد الامام البخاري ان رجلا ذهب ليزور اخا له في الاسلام فارصد الله جل وعلا له ملكا فوقف الملك على قارعة الطريق. وانظر الى الحوار بين الملك وبين هذا الرجل المسلم الذي ذهب ليزور اخا له في الاسلام. قال الملك لهذا الرجل الذي ذهب لزيارة اخيه في الاسلام، قال له الملك اين تذهب؟ قال اذهب لزيارة اخي في الاسلام. فقال له هل بينك وبينه امرا من امور الدنيا؟ قال لا. قال له ولماذا تزوره؟ قال لاني احبه في الاسلام، لانني احبه في الله. فقال له ابشر احبك الله الذي احببته فيه. هذا هو الاسلام. من مبادئ الاسلام التي ارساها على ربوع الدنيا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يوم القاء السلام ايها المسلمون يقول لك الحبيب محمد لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو الشيء يا رسول الله؟ افشوا السلام بينكم. السلام اسم من اسماء الله. السلام اسم من انواع الجنة، لهم دار السلام. السلام هو تحية اهل الجنة، تحيتهم فيها يوم يلقونه سلام. فخر لنا جيوش الموحدين لله ان السلام الذي يتداوله المسلمون على وجه الارض هو تحية اهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول الامام الشافعي في منظومته لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من غم العداوات واني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات واظهر البشر للانسان ابغضه كانما قد حشى قلبي محباته. والله عز وجل يقول فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقة. حق المسلم على المسلم حق كبير، حق كبير، ميثاق غليظ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. ولنا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كظم الغيظ الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة. وكما تعلمون ايها الاحباب ان الحبيب محمد اوذي في الله